كاينه واحد النظريه سميتها نظريه الاوريو. واش هاد النظريه عندها علاقه بداك اوريو اللي كنعرفو كاملين؟ ايه، وهاد النظريه كتقول بان اوريو شيطاني. واش عندها علاقه اوريو بالشيطان؟ واحد السيد درس الرموز الدينيه على اوريو بالتحديد، بقى كيحلل في دوك الرموز اللي موجوده في البسكويت تاع اوريو. الا دققتي مزيان غتلقى ان كاينين واحد الرموز كاينين، ولكن ما علاقتهم بالشيطان. كاينين وكاملين كنشوفوهم، ولكن حتى شي واحد ما فكر علاش كاينين دوك الرموز ولا استطاع انه يفك الشفرات تاع دوك الرموز. انا كيصحابني غير ديكوراسيون. اش من ديكوراسيون؟ الا دققتي مزيان غتلقى ان في اوريو كيحتوي على واحد الصليب، وداك الصليب في الحقيقه فهو صليب شيطاني. الا شفتي هاد الصوره الجزء العلوي ديالها غتلقى ان هاد النقوش والنمطان متطابقين، يعني كيوافقوا بعضياتهم. ولا شفتي المثلث اللي هنا كاين لتحت غتلقى بحال واحد النجوم اللي مصنعه من مثلثات اللي تم التجميع ديالها مع بعضياتها، وهذا يطلق عليه اسم البوصله الماسونيه. صراحه دابا طيرتيه ليا، وكاين بزاف د الحوايج اللي يقدر يكون فيهم بحال هاد الرموز وحنا كاع ما كنعرفوهم حيت ما كنفكروش حنا في هاد الشيء. شريكول. المشكله الثانيه مع اوريو واحد الحاجه اخرى، ان اوريو الا كليتيه كتولي مدمن عليه بحال كتدمن على الكوكايين. لا 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 لا. كيف ما سمعتي، وكنتحدى اي شخص اللي كان الاوريو لاول مره انه ما ياكلش ثاني مره وما يوليش مدمن عليه. وداروا دراسه على الفئران وثبتت الدراسه ان ديك الشوكولاته الموجوده في اوريو كتسبب الادمان تماما مثل الكوكايين. وتبين من الدراسه ان شوكولاته اوريو كتثير بعض الخلايا العصبيه اللي مسؤوله على السعاده داخل الدماغ البشري بطريقه متطابقه لمفعول الكوكايين. والدراسه بينت ان الفئران كتمشي لهذيك الكريمه اللي موجوده ما بين هذيك الشريحتين تاع الشوكولاته، ديك الكريمه البيضاء تماما كيف ما كتروج شركه اوريو المنتوج ديالها. وواحد الاخصائي في الامراض العصبيه في جامعه لندن جوزيف شرودر اختبر رغبه الفئران في تناول هذه الشوكولاته ديال الاوريو والارز والمخدرات. وغتصدم الا قلت لك شنو تبين من هذه الدراسه، ان الفئران كتمشي للاوريو كيف ما كتمشي للمخدرات بطريقه اللي هي متكافئه. يا ريتك حلال.